تمر من زمن شوط المباراة الثاني. اللقاء في شوطه الثاني أهدأ كثيرا من شوط المباراة الأول. شوط المباراة الأول يعني أكثر من فرصة ضاعت، هدف وحيد للهلال. شوط المباراة الثاني وكأن الاقتناع يأتي من الهلال أولا بالنتيجة. المحاولات النصراوية غير ناجحة، تنجح كرة سعد الحارثي 10 دقائق، وسعد الحارثي يسجل بكرة رأسية. هدف أول لصالح فريق نادي النصر، هدف أول للنصر. هدف ذكرت لأحد الفريق حضور الشرفي كما ذكرت في المباراة، يأتي كبيرا وكرة عرضية جاءت لسعد الحارثي. ينجح سعد، هذه الكرة العرضية الأولى اللي كانت من أحمد عباس وصلت لفيغاروا. حاول المرور من ليون بيو ولعب كرة عرضية بين أسامة هوساوي وبين أيضا ماجد المرشدي، والكرة في المرمى. هدف أول لصالح النصر، هدف التعادل يأتي في الدقيقة 11. هدف في الدقيقة 11 من زمن شوط المباراة. هذه كرة فيغاروا جميلة جاءت من سعد الحارثي.